السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة قصص مغربية. قبل ما نبداو هاد القصة بغيتكم تدعموني باشتراك فضلا وليس أمرا. هذه قصة ديال واحد السيدة كبيرة في العمر عايشة بوحدها، رجل ديالها مات، أولادها كل واحد فين عايشين مزوجين بولادهم. واحد النهار الحاجة مشات الموقف تجيب صباغ، شافت واحد الرجل جالس حدا شي سطولة ديال الصباغة، قالت له السلام عليكم، واش انت صباغ الشريف؟ قال لها اييه. قالت له يلا معايا تشوف واحد الخدمة عندي في الدار. هاد الصباغ عنده شي 38 عام تقريبا، مزوج بولادو. دخل معاه للدار، شاف هادوك البيوت وسط الدار الكوزينة، ضرب حسابو وقال ليها جيبي لي قدا وقدا ديال السطولة وديال الصباغة. توا معاه في الثمن وفي الوقت، تقريبا غادي يخدم شي 3 ايام ولا 4 ايام ديال الخدمة. هذاك النهار خدم عند الحاجة شي 4 سوايع ومشى بحالو. لا غد لي في الصباح دق عليها، ما حلاتوش، دق والو، كيزيد يدق والو، الحس ما كاينش. مشى عند واحد الجار ديالها مول الحانوت، دق عليه قال ليه هاد السيدة دقيت عليها ما كايناش، انا خدام عندها كنصبغ ليها الدار، واش بانت لك الشريف؟ قال ليه هاد النهار ما شتاش، مولفة كتقدا من عندي الحليب، لكن هاد الصباح ما جاتش عندي. مشى مول الحانوت مع صباغ كيدقوا في الباب لكن بدون جدوى. قال لي مول الحانوت عرفتي اش دير؟ سير عند بنتها راها ساكنه حدا الجامع، قول ليها تجي تفتح لك الباب باش تخدم، هذا هو الحل. بنتها عندها الساروت، جات مع الصباغ وقالت له باللي ما كاش في خبارها بان جابت الوالده ديالها الصباغ. المهم حلوا الباب، شافوه هنا وهناك، لقاوها في بيت نعاس مضروبه جوتها هامده. البنت غوتات، الله ياخذ الحق، واش كون قتل امي وعباد الله. البنت تهمت صباغ، قالت له انت اللي قتلتي امي، عيطوا البوليس، هذا هو المجرم، حسبي الله نعم الوكيل. جاو البوليس، لقاو الدنيا مجوقه، الحمى كلها تجمعت في دار الحاجه، لان كانت الحاجه مرا مزيانه، كانت حنينه، كتعامل مع الناس، كتزور الجيران، دور مع الدراري الصغار. البوليس غوتوا على الناس، حيدوا علينا هاد الشقة، هذا مسرح الجريمة، علاش دخلتوا للدار؟ كي نديرو ناخدو البصمات، يلا كلشي برا خرجوا. دخلوا البوليس، شافوا السيدة ميتة، عيطوا الناس ديال التشخيص، بغاو ياخدو البصمات، لقاو الدنيا كلها بصمات، الحومة كلها تكبات في دار الحاجة. المهم البوليس داروا خدمتهم، صوروا السيدة، رفعوا البصمات، شافوا الضرابي اللي في جسم الحاجة. الطبيب الشرعي قال بأن هادوك الضرابي هما اللي قتلوها في الصدر والراس. بدا التحقيق، سولوا البوليس ولادها واش هاد السيدة عايشة بوحدها، شكون كيجي عندها؟ ولادها كلهم قالوا بأن أمهم عايشة بوحدها، ومرة كتجي بنتها اللي ساكنة حداها، كتعمل ليها الشغل ولا كتجي باش تونسها. وحتى الدراري مرة كيجيو يطلعوا على أمهم. البوليس سولوه شكون آخر واحد جا لعند الحاجة، قالوا ولادها صباغ، هو آخر واحد كان عند الوالدة، بدا كيصبغ الدار من البارح. عيطوا البوليس للصباغ لأنه هو مشكوك أمره، قالوا ليه منين جابتك الحاجة؟ قال لهم من الوقف. كنت بوحدك؟ نعم سيدي، جيت بوحدي، جيت للدار وتفاهمنا على الثمن وعلى الوقت، درنا شي 3 ايام ولا 4 ايام وبديت نخدم شي 4 سوايع ومشيت بحالي. واش خدمتي بوحدك؟ لا سيدي، ما خدمتش بوحدي، لان خاصني شكون اللي يخلط ليا الصباغه، شكون اللي يشد لي السلوم، وقلت الحاجه باش نجيب اللي يعاونني، وهي قالت لي شوف شي واحد من الحومه، كاينين الدراري اللي غاديين يعاونوك، جيب معاك شي واحد غير جالسين في القهوه. وهادشي اللي عملت الشاف، مشيت الحومه وسقسيت الدراري في قهوه، قلت لهم شكون باغي يخدم في الصباغه؟ قال لي واحد انا، ديتو معايا هذيك العشيه،
خدمنا شي 3 ولا 4 السوايع، فاش سالينا مشينا بحالاتنا. هادشي اللي كان الشاف، والماتريال ديالي باقي في الدار. قال له البوليس شكون هذا اللي خدم من الحومه؟ وهما بداو لونكيت، بداو يسولو الجيران دار دار باب باب شكون كان مع الصباغ البارح. قال له اي الشاف، كان شي واحد مع الصباغ البارح. شكون هاد الخدام؟ الله اعلم الشاف. اجي انت شتي السيد البارح كان خدام؟ اياش سيدي. شتي شكون كان معاه؟ ما عرفتوش اسيدي. كل واحد اش كيقول. البوليس ما توصلوش للسيد المبحوث عليه. هنا لابيجي عرفات ان هاد الخدام من هاد الحومه كيهدد الناس، وباينه عاد خرج من الحبس وكلشي خايف منه. هنا البوليس استعملت سريه تامه باش اللي غادي يديكلاري بيه ما غاديش يعرفوه، في اطار حمايه شهود. داروا البوليس خدمتهم، جابوا السميه، عرفوه شكون هو. نهار الثالث مشاو ليه البوليس ديريكت، لقاو في القهوه كاز بوحدو كيشرب القهوه ديالو وفي يدو الجوان كيكمي الحشيش. خلطوا عليه قالوا ليه تا هو فلان؟ قال لهم نعم انا هو. شدوا البوليس داروا ليه المينوط داو الكوميساريه. في الكوميساريه داو مع لونكيت. سيد نكر ما بغاش يقر. جابوا البوليس صباغ، فاش شافو قال لهم هذا هو السيد، دعيتك الله، الله ياخذ فيك الحق، مرة كبيرة تعديتي عليها. صباغ مشى بحالو، لأن ما يمكنش صباغ يكون هو اللي قاتل الحاجة، لأن خلى حوايجو السطولات في الدار الحاجة باش يخدم لا غد ليه. مع الخبرة ديال البوليس السيد اعترف بالجريمة ديالو، عاود لهم كلشي. قالوا ليه عاود لينا كيفاش قتلتيها. قال لهم فاش مشينا بحالتنا رجعت لعند الحاجة مع شي وحدة الليل تقريبا باش نطلب ليها شوية ديال الصباغة نكمل واحد البيت اللي عندي. حلت الباب، دخلت، سديت مورايا الباب وخنقتها حتى ضغط، وضربتها بالموس في راسها وصدرها باش تموت في خطرة، وديت ليها الذهب والفلوس. السيد دا ليها الذهب والفلوس اللي رجعوا لولادها وتحكم بالإعدام. هذه هي القصة ديال اليوم. كنتمنى تكون عجبتكم القصة، وما تنسوا الاشتراك في القناة. الله يجازيكم بخير.